فيلمنا بيبدأ في قرية صغيرة في الريف، وبنشوف إن البلد كلها فيها عاصفة كبيرة جدا، وبسببها الشجر بيقع وحاجات كتير أوي بتتدمر، لدرجة إن في بيوت بتتدمر كلها من جوه. وتاني يوم الصبح بيخرج ديفيد يشوف إيه اللي حصل بسبب العاصفة، وهو بيلاقي الدنيا كلها متدمرة، وبيشوف إن في شجرة قديمة وكبيرة جدا وقعت على الشباك بتاع بيتهم. هو بيقع ابنه بيلي كده في الأرض وبيحاول يقومه، وبياخد ديفيد كده مراته عشان يشوفوا البيت الموجود على البحيرة، وبيلاقيه اتدمر كله. وبياخدوا بالهم إن في كمية كبيرة من الضباب جاية من ورا الجبل، وبيحس ديفيد إن الموضوع ده غريب ومش طبيعي، وبيقرر يروح للجيران ويتكلم معاهم. وبيقرب من نورتون جاره وبيحاول يتكلم معاه بالراحة، لأنهم أصلا بينهم مشاكل كتير ومش بيتفقوا مع بعض خالص. وبيعرف منه إن عربيته كمان اتدمرت وإن هو خسر حاجات كتير بسبب العاصفة. وبيطلب منه نورتون إن هو يروح المدينة معاه ويشتري شوية مواد عشان يصلحوا كل الحاجات اللي باظت. هو بيوافق ديفيد ان هو يعمل كده، وبيشوف ان دي فرصة كويسة عشان علاقتهم تتصلح. وبيركب ديفيد ونورتون وابنه العربية وبيروحوا في طريقهم للمدينة زي ما اتفقوا. وبيشوفوا في الطريق عربية عسكرية كبيرة بتحاول تصلح الحاجات اللي باظت. هو بيقول له نورتون ان الجنود دي جاية يعني من قاعدة عسكرية قريبة منهم، وبيحكي له انهم شغالين على مشروع جديد اسمه راس الجبل. هو بيسأل ديفيد لو يعرف اي حاجة عن المشروع ده. وبيفكر طبعا ديفيد ان ممكن تكون سفن فضائية أو كائنات فضائية والحكومة مخبية عليهم. وبيوصل للمحل وبيتكلم ديفيد مع الموظف اللي هناك، وبيشوف إن سالي وربيع مشغولين جدا بسبب الزحمة اللي في المكان. هو بيشكره نورتون إن هو قبل يساعده وجه معاه. هو بيطلب بيلي من باباه يساعدهم في شراء الحاجات، وبيسأله لو هو يعني ونورتون خلاص اتصالحوا. وبيقول له ديفيد إنهم تقريبا اتصالحوا بس مش متأكد أوي. وبعد شوية بيدخل مجموعة من الجنود للمحل وبيتحمسوا جدا لأنهم أخيرا هيسافروا من المدينة ويقضوا الأجازة مع أهاليهم. وبيحاول واحد منهم يتقرب من سالي ويتعرف عليها، وبتشوفوا ست واقفة كده اسمها إيرين، وبتفرح بيهم جدا وبشكلهم مع بعض. وبتسأله كده بيلي كان بيعمل إيه في الوقت بتاع العاصفة، وبيحكي بيلي كل الدمار اللي حصل في بيتهم وكل اللي مروا بيه في الليلة دي. وفي الوقت ده بيلاحظ ديفيد إن في ست يعني بتبصله طول الوقت اسمها أماندا. وبيدخل كده ضابط عسكري تاني المحل وبيتكلم مع الجنود الموجودين. وفجأة بيحصل حاجة غريبة وصفارات الإنذار بتضرب في كل مكان، وبيأمروا بالظبط إنهم يلغوا الأجازة بتاعتهم لأن في وضع عاجل. وبيطلب منهم يرجعوا للقاعة بسرعة. وبيمشي كده وبيسيبهم وبيقف كل الناس في المحل وبيحاولوا يفهموا إيه اللي بيحصل في البلد. وبيجري راجل عجوز في الشارع ومناخيره عمالة تنزف دم، وبيوصل المحل وبيحاول يدخل، وبيفضل يصرخ في وش الناس كلها وبيقول إن في مخلوقات مرعبة وهتقضي عليهم كلهم. وبيحكي إنهم أكلوا واحد صاحبه قدام عينيه. وبيحاول الناس يهدوه، بيفضل الراجل يعيط من كتر الخوف والرعب اللي مر بيه. وبينصحهم يقفلوا الباب بتاع المحل ويحاولوا يحموا نفسهم. وبيجري واحد منهم وبيخرج بسرعة عشان يوصل للعربية بتاعته. وفجأة الضباب بيغطي المكان ومحدش بيشوف ايه اللي بيحصل معاه، وبيسمعوا صوته وهو بيصرخ. والناس كلها بتترعب ومحدش كده منهم بيكون مستوعب اللي بيحصل، هو لا فاهم فيه ايه بالظبط. وبعدها المكان كله بيتهز بيهم جامد. وبيطلب المدير منهم ان محدش يتحرك من مكانه ويفضلوا هاديين. وبتصمم واحدة منهم إنها لازم ترجع البيت لأن أطفالها لوحدهم هناك. وبتشوف واحدة اسمها كيرد إن الضباب هو علامة للموت وهو سبب كل اللي بيحصل ده، وبتقول لهم إن دي نهاية العالم. وبعد شوية بيقعد ديفيد وابنه مع إيرين وأماندا وشوية من الناس الموجودة، وبتحاول أماندا تتعرف عليه وبتقول له إنها هتقدر تهتم ببيلي عشان ما يبقاش خايف. وبيقرر صاحب المحل يقوم يدور على بطاطين عشان يغطي الولد الصغير. وبيروح ديفيد كده لأوضة التحميل وبيشوف إن المولد بتاع المحل اتعطل. هو بيفضل ماشي في الضلمة وبيسمع صوت غريب قريب منه، ولما يبص على الباب الخلفي بيشوف إن في حد بيحاول يدخل وبيقرب على الحديد وبيحاول يكسره. وبيجري بسرعة وبيرجع لجوه تاني، وبيحكي الربيع عن كل اللي حصل معاه. وبيطلب من الناس اللي واقفة إنهم يجوا يفحصوا المولد، وبيقول لهم إنهم فعلا في خطر كلهم. وبيروحوا كلهم معاه للمكان بتاع المولد، وبيوزع جيم كده عليهم كشافات عشان يشوفوا. وبيجي ولد اسمه نور وبيقرر يساعدهم. وبيكتشفوا ان في حاجه سد المولد وبيخططوا انهم يشيلوا الحاجه دي عشان المولد يشتغل. وبيعترض ديفيد وبيقول لهم انهم ما ينفعش يتجازفوا لان مفيش حد منهم عارف ايه اللي وراه. وبيطلب منهم محدش يستهتر يعني بكلامه بما انه مجرد رسام مشهور وملوش في الحاجات دي يعني. وبيقول لهم ان هو بس خايف عليهم وعلى نفسه ومش حابب يكونوا في خطر. وبيغضب جيم منه جدا وبيطلب منه يسكت وما يتدخلش في شغلهم. وبيقرروا يفتحوا الباب وبيستعد نورم كده عشان يخرج. وبيدخل في الضباب ومحدش بيشوف منه اي حاجة
ولما بيرجع كده تاني بيتريقوا كلهم على ديفيد لأن كلامه طلع غلط. وفجأة بيظهر كائن غريب وبيسحب نورم كده لبره تاني، وبيحاولوا كلهم ينقذوه، وللأسف ما بيقدروش على الوحش، وبيتخضوا كلهم من الموقف وبيحس إن حركتهم كده اتشلت من كتر الخوف. وبتظهر وحوش تانية وبتحاول توصل لهم، وبيقطعوا جسم نورم كله وهو حي، وبيستعد ربيع عشان يخلص عليهم. وللأسف الوحش بياخد نورم وبيسحبه لبره وبيخرج، وبيحاول نورم يمسك في الباب لحد آخر لحظة، وبيجرب كده ديفيد يشده بالعافية هو وربيع، وبيبعد كده جيم والراجل اللي معاه، وبيحاولوا يستخبوا لأنهم بيخافوا. وبيظهر عدد كبير من الوحوش وبيملوا المكان، وبيضطر ديفيد يسيب نورم في الآخر عشان يحمي نفسه. وبيختفي نورم في الضباب وهو عمال يصرخ، وبيجري ربيع بسرعة عشان يقفل الباب. وبيحاول ديفيد يخلص على الوحش اللي معاه، وبيمسك الفاس وبيقطع جزء من الوحش، ولحد كده ما الباب بيتقفل خالص، وبيبقوا في أمان كلهم. وبيهجم ديفيد كده على جيم وبيفضل يضرب فيه وبيلومه لأنه السبب في كل اللي هم فيه ده، وبيحاول بقى ان هم يفضوا الخناق اللي بينهم. وبيرجعوا تاني المحل وبيحاولوا يشوفوا هيتصرفوا ازاي، وبيتكلم ديفيد مع نورتون وبيحكي له كل اللي حصل، وبيستغرب نورتون كلامه وما بيكونش قادر يصدقه، وبيطلب منه ديفيد يروح بنفسه ويتأكد بما انه يعني شاكك في كلامه. وبيتخانقوا هما الاتنين في الاخر وبيضربوا بعض، وبيفكر نورتون ان ديفيد بينتقم منه لانه رفع عليه قضيه. وبيستغرب كل الموجودين جدا، وبيضطر ديفيد يحكي كل اللي حصل بينهم، وبيقول للناس ان في وحوش وبياكلوا اي حد بيجي قدامهم، ومحدش منهم بيصدقه برضه. وبياخد ديفيد كده المدير وشويه منهم للمكان تاني وبيوريهم الدم الموجود على الارض، وبيشوف القطع المرميه على الارض وبيستغربوا شكلها جدا. وفجاه بتتبخر كلها قدامهم، وبيدخلوا كلهم للمحل وبيأكدوا للناس ان كل كلام ديفيد صح، وبيساعدوا بعض وبيعتموا كده الشبابيك. وبيشوف نورتون انهم اكيد فاهمين الموضوع غلط وان مفيش اي حاجه من الكلام ده خالص، وبيقنع شويه منهم انهم يجوا معاه ويكونوا في صفه. وبتقول له كار ان كل اللي بيحصل ده موجود في الكتاب المقدس، وان ده غضب من ربنا عليهم كلهم. وتفضل تتكلم عن ربنا والدين لحد ما كل الناس بتركز معاها ومع كلامها، وبتخوفهم كلهم بطريقتها لانها بتشوف ان كلهم هيموتوا اكيد بسبب ذنوبهم ومفيش اي مفر من اللي بيحصل. وبيقرب منها ربيع وبيطلب منها تسكت يا اما هيطلعها بره، لان الاطفال كلها خافت بسببها. وبياخد كده ديفيد ابنه اللي بعيد وبيحاول يهديه وبيفهمه ان هو جنبه ومش هيبعد عنه ابدا، ومش هيسمح لاي حد يخوفه. وبيروح كده يتكلم مع باقي الناس وبيقترحوا انهم يولعوا نار، وبتقول لهم اماندا انها معاها مسدس وبتسلمه كده الربيع بما انه عنده خبره في ضرب النار. وبتحصل دوشه كبيره لان نورتون بيلم شويه من الناس وبيقرر يخرج في الضباب، وبيحاول ديفيد يقنعهم ان ده خطر عليهم وانهم لو خرجوا هيموتوا ومش هيرجعوا تاني. وبيصمم نورتون ان هو ينفذ كلامه، وبيأكد لهم ان مفيش اي خطر وانهم بيتوهموا بس مش اكتر. وبيعرض عليهم ديفيد ان هو يخرج واحد منهم في الاول ويربط حوالين وسطه حبل عشان لو في اي خطر ينقذوه. وبيقول لهم ان في بندقيه في العربيه بتاعته لازم حد يجيبها، وبيطوع واحد منهم ان هو يعمل كده. وبيخرج نورتون والمجموعه بتاعته برضه، وبيمسك ديفيد الحبل هو وكل الرجال الموجوده عشان يحموا الراجل اللي راح يجيب البندقيه. وفجاه بيلاقوا الراجل بيصرخ وبيشدوه بالعافيه، ولما بيوصل بيتصدموا لنصه يعني بس اللي موجود، والباقي كله متاكل. وبعدها بيحاول جيم واللي معاه يظبطوا الكهرباء بتاعت المكان، وبيعملوا حيلة معينة كده على أساس إن الأضواء دي تنور لو أي حد حاول يدخل المحل. وفجأة بيظهر مخلوق يطير كده في وش واحد وبيخبط في الشباك، وبعدها بيظهر عدد كبير منهم، وبيفهم ديفيد إن الأضواء بتجذب الكائنات دي. وبيستغربوا لما بيلاقوا إن في مخلوقات تانية بتهجم على المخلوقات دي وبتحاول تاكلها. وبيجري جيم بسرعة وبيقفل الأنوار كلها، والوضع بيسوء وبيتكسر كده شوية من الإزاز، وبتدخل المخلوقات دي في المحل من جوه. وبيحاول ديفيد يلاقي أي حل اللي بيحصل، وبيفكر في طريقة يصد بيها المخلوقات دي ويبعدهم. وبيموت شوية من الناس بسبب هجوم المخلوقات دي عليهم، وبيولع ديفيد فيهم وبيحاول يتخلص منهم كلهم. وبيقدر ان هو يقتل عدد يعني كبير منهم، وبيساعد ربيع وبينقذ ابنه من الموت على اخر لحظة. وبيقدر شوية من الموجودين انهم يقفلوا الفتحة بتاعة الازاز، وبيصدق كتير منهم كل الكلام اللي كار كانت بتقوله. وبيسيب ديفيد ابنه مع اماندا وبيروح مع الباقي عشان يطمنوا على كل الموجودين. وبتشوف اماندا ان الست الكبيره اخذت حبوب عشان تنتحر، وبتحاول تساعدها على قد ما تقدر. وبيتكلم ديفيد مع الرجاله وبيقول لهم انهم لازم يلاقوا طريقه يخرجوا بيها من هنا. وبيقرر ان هو يروح للصيدليه الموجوده جنب المحل عشان يجيب شويه ادويه ليهم. وبتدخل اماندا عليهم وبتقول لهم ان الضباب مغطي منطقه اكبر بكتير من اللي فاكرينها، وان مفيش اي مكان امن يروحوا ليه. وبيتكلموا عن كار وكل اللي هي بتعمله، وبيخافوا تأثر على الناس بالسلب وتتعبهم أكتر. وبيخافوا كمان الناس تصدقها لأنها بتقول إنهم لازم يضحوا عشان البشرية تعيش واللعنة تترفع عنها. وبتشوف أماندا إن الناس كلها أذكياء وصعب جدا حد يصدق الكلام ده، بس ديفيد بيأكد لها إن
في وقت الخوف والرعب الناس كلها بتنسى تفكر بعقلها أصلا، وبيفضل بيلي يعيط لأنه بيخاف على مامته، وبيحاول باباه كده يطمنه وبيقوله إن مامته في أمان. وبيستعد ديفيد عشان يروح للصيدلية وبتقوله كار إن هو بكده هيغضب ربنا أكتر. وبيقرر جندي اسمه جيسوب إن هو ينضم ليهم، وبيوصلوا بسلام كلهم للصيدلية، وبيحاولوا يلموا كل اللي يقدروا عليه من الأدوية، وبيتفاجئوا إن في جثث كتير فوق وملفوفة في شبكات زي بتاعة العنكبوت. وبيمسك واحد من الناس دي فجأة في جيم كده وبيطلب منه ان هو يساعده، وبيلاقوه نفس الضابط العسكري اللي دخل عليهم، وبيفضل يصرخ ويعتذر ويقول ان ده كان غلط. وبتتحول عينه اللون الابيض غريب كده، وبتخرج العناكب من كل مكان في وشه، وبيظهر عنكبوت عملاق في وش جيم كده وبيضربه ربيع بالنار وبيخلص عليه، وبيبدأ يظهر عدد كبير جدا منهم، وبتخلص على الرجالة واحد واحد. وبيقع الضابط على الارض وبيخرج من جسمه عدد كبير جدا من العناكب، وبتحاول المجموعة انهم يحموا نفسهم وبيولعوا النار في كل مكان، وبيضطروا يرجعوا من غير ما ينقذوا زمايلهم، وبيصرخوا كلهم من كتر الرعب اللي مروا بيه. وبيدخلوا المحل بسرعة، وبيجري ديفيد كده على ابنه وبياخده في حضنه. وتاني يوم بيقوم ديفيد كده من النوم وبيلاقي كار قاعدة وبتتكلم مع عدد كبير جدا من الناس وبتوعظهم، وبيحسوا ان الوضع بقى خطر جدا لان الناس فعلا اقتنعت بكلامها، وبيشوفوا ان كلامها يعني فعلا هيتحقق، وبيوافقوا يعملوا كل اللي هي بتقول عليه. وبيحاول ديفيد يلاقي حل الموضوع ده لانهم كده في خطر اكبر من الوحوش اللي بره. وبيفتكر ربيع كلام ضابط الجيش، وبيشوف ان في سر محدش يعرفه. وبيروح ديفيد يتكلم مع واحد من الجنود وبيضغط عليه عشان يتكلم، بس هو بيأكد لهم انه ما يعرفش اي حاجه. وبيستغربوا ان اصحابه الاتنين مش موجودين في المكان خالص، ولما بيدخلوا المكان بتاع التحميل بيلاقوهم الاتنين جوه ومنتحرين. وبيعيط صاحبهم كده عليهم وبيقول كلام غريب جدا، وبياخدوا جيم بالعافيه لبره وبيضربوا قدام كل الناس. هو بيقول لهم ان الضباب ده بسبب الجيش، وان الجيش هو اللي ورا كل ده. وبيعترف الجندي في الاخر وبيقول ان الجيش كان بيعمل بوابه متعدده الابعاد، وان البوابه دي دخلت المخلوقات العالم بتاعنا. وبتهجم كار كده عليه وبتقول له ان هو اللي زيه يعني كانوا سبب في غضب ربنا، وبيشوف ان هو لازم يموت عشان ربنا يرضى عنهم. وبتخلي كل الناس تهجم عليه وبيضربوه وبيطعنوا واحد كده منهم بسكينه، وبتأمرهم كار انهم يرموا له الوحوش بره. هو بياخدوه كلهم بالعافيه وبيصرخوا بصوت عالي، وبيفضل الولد يتحايل عليهم يسيبوه، وللاسف بيرموه بره وبيقفلوا الباب. وفجاه بيظهر وحش قدامه وبيسحبه لبعيد وبيمشي. وبعدها بيحاول ديفيد يخبي ابنه عن كل اللي بيحصل وبيطمنه ان كل حاجه هترجع زي الاول. وبيعيط بيلي وبيطلب منه يحميه من الوحش. وتاني يوم بيقرروا كده انهم يخرجوا من المحل، وبيلاقوا كار قاعده قدام الباب وبتمنع اي حد انهم يخرج. وبتقوم كل الناس عليهم وبتقول انهم كفره وكفار ولازم يتحاسبوا، وبتأمرهم ياخدوا بيلي عشان يكونوا أول تضحية ليهم. وبيلاقي ديفيد نفسه متحصر هو والمجموعة بتاعته وبيحاول يدافع عن نفسه، وبتصرخ كار في وشهم وبتأمر الناس يقتلوهم، وبيقرب يعني هو يقتلها كده وبيضربها بالنار. وبيحاول هو وديفيد يسيطروا على الوضع، وبياخد ابنه وبيهرب معاهم. وبيوصل العربية بتاعته، وللأسف ربيع كمان بيجي وحش وبياخده، وبتبدأ الوحوش تاخدهم واحد ورا التاني. وبيركب ديفيد وبيلي وإيرين ودان ومعاهم أماندا العربية بتاعته، وبيلاقي مسدس ربيع وبياخده بسرعة، وبيعدوا من قدام المحل وباقي الناس بتتفرج عليهم وهما بيهربوا. وبيوصلوا كلهم لبيت ديفيد، وبيلاقي كده مراته ملفوفة في شرنقة هي كمان زي الناس اللي كانوا في الصيدلية، وبيفضل يعيط عليها وبيقرر يكمل في طريقه عشان يحمي ابنه من الموت. وبيشوف الموت والدمار في كل مكان، وبيعدي وحش عملاق من جنبهم وليه كده مخالب مخيفة، وبيهز العربية كل ما بيتحرك، وللأسف الوقود بتاعهم بيخلص والعربية بتقف. وبيبص كلهم لبعض بحزن، وبيكونوا عارفين ان دي خلاص يا معلم هي دي النهاية، ومفيش اي مخرج ليهم. وبيعرف ديفيد انهم مش هيطلعوا من هنا، وبيشوف ان في 4 رصاصات بس في المسدس، وبيقرر انهم يموتوا نفسهم احسن من كل اللي هيحصل فيهم. وبيخلص عليهم كلهم وبيفضل يصرخ من اللي هو عمله، وبيحاول يقتل نفسه وبيلاقي الرصاص خلص. وبينزل من العربية عشان يدخل في الضباب ويقف يستنى الوحوش تاكله. وفجأة بتظهر قدامه دبابة تبع الجيش، وبيعرف انهم واخدين كل الناجين وبيعملوا حاجة معينة بيقدروا يرفعوا بيها الضباب من الطريق بتاعهم. وهو بيقعد كده على ركبته بيندم لانه اتسرع وقتلهم. وبيشوف الجنود بيرموا قنابل من النار وبيقضوا على كل الوحوش. وبيخلص الفيلم مع ديفيد واحساسه بالندم على كل اللي عمله.